بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معانا كتاب العمارة المملوكية، العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي، من 21 هجري 923 هجري، يعني بداية العصر العثماني، 641 ميلادي، 1517 ميلادي. دار الفكر العربي، كتاب 560 صفحة. أحمد عبد الرازق أحمد، أستاذ الآثار، جامعة عين شمس، 1430-2009. دار الفكر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 560 صفحة زي ما احنا قلنا. هنعمل إطلالة سريعة على الكتاب. عمائر عصر الولاة، فسطاط وجامع عمرو والعسكر، مقاس النيل، الروضة، عمائر الدولة التونية، قطائع وبربستان العتيق وحصن الجزيرة ومسجد التنور وقناطر المياه وجامع الطولوني، الإخشيدية، مشهد طباطبة، الدولة الفاطمية، القاهرة والأزهر والحاكم والجيوشي والأقمر والأفخر والصالح طلائع والحمام الفاطمي، الأيوبية، قلعة صلاح الدين والعمارة الدينية والمدارس والقباب والخلقوات، المماليك البحرية ببرس بندقداري ومنصور قلاوون وبرس جنكشير والنصر محمد بالقلعة وقصر أمير بوشتاك والطنبوغة المرداني وآق سنكر وصرغطمش وسلطان حسن والجرشكيصة، الخنقاق برقوق والمؤيد شيخ والأشرف برسباي والأشرف إنال والأشرف قايتباي وكتاب قايتباي وأبي سعيد قرصوة ومدرسة السلطان الغوري وكالة الغوري واللوحات. دي العصر العمارة في العصور ديت، عشان نبص على اللوحات من الآخر. طبعا دي مساقط أفقية للقاهرة ويخترقها شارع مدرسة الغوري الدور الأرضي، ومسقط لمدرسة الغوري، مساقط أفقية ورأسية، عشان الدكتور أحمد عبد الرازق أحمد، آداب عين شمس، آثار إسلامي. زي ما احنا شفنا مدرسة الغوري وإعادة الأعمار، سبيل قايتباي، بس شارع الصليبة. ده قلنا شجران، تبص كده تلاقي المية بتنزل على حاجة زي ألواح زجاجية خزفية، تبرد لما توصل لك تصب في الأكواب تكون باردة. شارع الصليبة عند الفرن بقى وانت رايح ايه تجيب عيش. وهنا خنقال أشرف إنال. طبعا احنا اتفقنا اللوحات جميلة جدا، وسلام لما بتبقى بالألوان بيبقى موضوع جميل جدا. والكتاب بيبقى مرجع من المراجع المهمة في دراسة الآثار الإسلامية في الكلام ده. شكرا لكم، شكرا.